أنه قد يتخلى الأعداء عن بعضهم البعض لأجل أن يحصلوا بعض المكاسب أو ليدفعوا عنهم بعض الشرور. ولا أدل على ذلك من بيع إيران لحسن نصر اللات عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. تقول الصحيفة الفرنسية إن إسرائيل وصلها خبر بمكان تواجد حسن نصر الله عن طريق عميل إيراني. تقول الصحيفة الفرنسية ما وصل الخبر إلا عن طريق إيران، حددوا له الموقع وباعوه بثمن بخس ودراهم معدودة، وكانوا في حسن نصر الله من الزاهدين. فوالله الذي تقوم السماء والأرض بأمره. لو رأيت الرافضة حرروا المسجد الأقصى وقتلوا كل اليهود، والذي تقوم السماء والأرض بأمره لو أن الرافضة ما أبقوا يهوديا على هذه الأرض ما ازددت فيهم إلا يقينا وبصيرة أنهم أعداء الإسلام وأنهم ماكرون، وما فعلوا هذا إلا ليمكروا بأهل الإسلام والمسلمين. عندنا شيء من الماضي، التاريخ شاهد، وعندنا شيء من المستقبل. قال عليه الصلاة والسلام يخرج الدجال من يهودية أصبهان. أين أصبهان؟ في إيران. يخرج الدجال من يهودية أصبهان. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن علم من أعلام نبوته ودليل من دلائل النبوة وعن شيء في المستقبل. يخرج الدجال من يهودية أصبهان يتبعه 70,000 من ماذا؟ من اليهود. فإنه لا يخفى على ذي فطرة سوية ولا على عبد مولود على الحنيفية ولا يخفى على أصحاب البصائر أن العالم اليوم من شرقه إلى غربه يعيش أحداثا عظيمة ويشهد تغيرات جسيمة، وأن العالم بمعسكريه الشرقي والغربي قد دخل طورا جديدا، وأن العالم كله يشهد موتا كما يشهد ولادات جديدة. وإن ثمة سلاحا في هذه المعركة، وهذا السلاح من استخدمه وكان في حيازته كانت له السيادة والريادة، وحصل المغانم والمكاسب. ومن خسر هذا السلاح خسر في المعركة وسقط مع الساقطين وهلك مع الهالكين. إنه يا رعاكم الله سلاح الوعي، أن تفهم حقيقة المعركة، وأن تفهم من هو العدو من الصديق، وأن تجمع الأحداث مع بعضها حتى تخلص إلى نتيجة صحيحة، وأن تركب الأجزاء جزءا جزءا حتى تتضح لك المعالم
لتنكشف لك الأمور. إنها معركة الوعي، أن يعرف كل واحد منا من هو العدو الحقيقي حتى يعرف الخندق الصحيح الذي يكون فيه. وإن الأيام القادمة على هذه البلاد وعلى الوطن العربي والعالم الإسلامي هي أيام حبلى بالمفاجآت. ستشهدون بعد أيام أحداثا عظيمة، لا سيما في بلادنا وفي بلدان الجوار. العالم يحتضر في بعض الناس كما أنه يولد في بعضهم الآخر من جديد. فعلينا أن نعرف من هو العدو الحقيقي. وإن ألد أعداء الإسلام، وذكرناه مرارا وتكرارا وما نكرره إلا أن الشيء إذا تكرر على الآذان قرر في الأفهام. أن الشيء إذا تكرر على الآذان قرر في الأفهام، ويصبح عند كل واحد منا راسخا في قلبه. ألد أعداء الإسلام وأكثرهم ضررا على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية، قال: وعداوتهم للإسلام والمسلمين معروفة عبر التاريخ. فإن تقاتل المسلم مع اليهودي كانوا معه، وإن تقاتل المسلم مع النصراني كانوا معه، وإن تقاتل المسلم مع المشرك كانوا معه. من هم؟ قال عنهم: والله إنهم حمير الرافضة. رأينا منذ يومين كيف أن العالم الإسلامي قد انخدع ب200 صاروخ أطلقتهم إيران على إسرائيل، وخرجت الشعارات والتبريكات من هنا ومن هناك، وكأنهم أنجزوا إنجازا عظيما. ما سبب انخداع المسلمين في هذه الأحداث؟ السبب الأول هو أننا لم نخض معركة الوعي بعد. نحن ما عندنا وعي في الحقائق، ما نعرف الماضي حتى نقارنه في الحاضر ونستخلص منه نتائج في المستقبل. خرجت التبريكات من هنا ومن هناك ب200 صاروخ خلبي أطلقت إيران على إسرائيل 200 صاروخ خلبي من غير أن تحمل رؤوسا متفجرة. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الرافضة حمير اليهود يركبون عليهم في كل فتنة. إيران ألد أعداء الإسلام، وما أوتي الإسلام عبر التاريخ إلا من قبلهم، والتاريخ شاهد على أن مذابح المسلمين ما حصلت إلا بأيدي الرافضة، والتاريخ شاهد على أن التتار ما استطاعوا أن يبيدوا خضراء المسلمين إلا عن طريق الرافضة. فالرافضة بحق حمير اليهود يركبون عليهم في كل فتنة. يتبعه 70,000 من اليهود، أي أن اليهود سيكون مركزهم في المستقبل في إيران، في أصبهان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تنخدعوا في الشعارات البراقة أبدا،
ولا تنخدعوا في الجمل المنمقة ولا بالخطب الرنانة. اليهود حمير رافضة يركبون عليهم في كل فتنة، والله لا نزداد فيهم إلا يقينا وبصيرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن العالم اليوم من معركة الوعي أن نعرف، وسيبيعون بعد أيام قادمة الطاغية بشار الأسد، أسأل الله أن يهلكه، وسيبيعون فلانا وفلان، وسينخدع البعض في تجاراتهم. لذلك علينا أن نكون واعين ومدركين للحقيقة، فإن هذه الفتن إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. ومن الوعي عباد الله أن لا يتلقف الإنسان الأفكار ويؤدلج عليها عن طريق الإعلام. يعني أنا لا أعتقد شيئا عن طريق قناة الجزيرة ولا عن طريق قناة العبرية أو العربية، فلو كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكانت القنوات الإعلامية اليوم مع بني النضير وبني قريظة. تقول قناة الجزيرة: استشهاد 10 رجال من المقاومة الإسلامية في لبنان. استشهاد 10 رجال من المقاومة الإسلامية في لبنان، بينما إذا كان الخبر يتعلق عن بلاد الشام وعن المسلمين مقتل 10 رجال في إدلب بقصف لقوات النظام. الذي سيسمع هذا الكلام، نحن الحمد لله رب العالمين في إدلب عندنا وعي، نعرف أن إيران هي العدو الحقيقي للإسلام، ونعرف زيدا من عبيد، وحتى نعرف أنفسنا في الداخل هنا، وأهل مكة أدرى بشعابها، نعرف الخائن من العدو ونعرف الصديق من القريب من البعيد. شنشنة نعرفها من أخزم، لا ننخدع في أحد. يصورون لنا صاروخا أطلق من الحوثيين على إسرائيل على أنه إنجاز كبير جدا، وهذا كله من معركة الوعي التي ينبغي علينا أن نكون واقفين فيها مشاركين. فالمعركة اليوم هي للأوعى، المعركة اليوم ليست للأقوى، بل إن القوة تتناهى، وقوة الله فوق كل قوة. سيهزم الجمع ويولون الدبر. فالبقاء اليوم للأوعى، ولا أوعى من المسلمين المتمسكين بكتاب الله رب العالمين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه. الحمد لله المحمود على كل لسان، المعبود في كل زمان، لا يشغله شان عن شان، جل إلهي عن الأشباه والنظائر والأمثال والأعوان، ليس كمثل الله مبدع في الأكوان. والصلاة والسلام على السراج المنير ورحمة رب العالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صلى عليك اللهم اتسع المدى واشتاقت الأرواح للرحمن، نفسي فداك وكل أهلي والورى، الجذع حن فكيف بالإنسان.
وبعد، معاشر الموحدين عباد الله، النار التي أضرمت بين أيدي أعدائنا لن تقف عندهم، ستحرق الجميع. فعلينا أن نعد العدة لحرب ضروس قادمة لا محالة، وأن لا نكتفي بموقف المشاهدة، وأن لا نقف مكتوفي الأيدي عاجزين على أن نفعل شيئا. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهيئ لهذه البلاد أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويعبد فيه الرب على بصيرة. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهيئ للعالم الإسلامي رجلا حكيما، فالأمة اليوم بحاجة إلى رجل يجمع حوله الصادقين، فالمعركة كبرى والبقاء فيها للأوعى وللمتمسكين بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم استعملنا في طاعتك واستخدمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرضين، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يرد سائلا، ويا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم كن لأهلنا في غزة عونا ومعينا، وحافظا وناصرا ومعينا. اللهم لا تدع فيهم جائعا إلا أطعمته، ولا عاريا إلا كسوته، ولا خائفا إلا أمنته، ولا مشردا إلا أويته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رد اليهود عن غزة ذلة صاغرين، واجعل أسلحتهم وعتادهم غنيمة للمجاهدين. اللهم لا تبقي منهم ولا تذر، اللهم اجعلهم شذر مذر، لا تبقي منهم ولا تذر. اللهم اضرب الرافضة باليهود، واضرب اليهود بالرافضة. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بين أيديهم سالمين غانمين منصورين بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ثبت إخواننا المجاهدين، وكن لهم عونا ومعينا، وحافظا وناصرا ومعينا. اللهم اجمعهم على كتابك وسنة نبيك ومصطفاك. اللهم وحد كلماتهم على ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم عجل لنا بهلاك الطاغية بشار. اللهم أرنا فيه يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم الحق بحسن نصر اللات. اللهم احشرهم يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.